لم تستطع القيود الإسرائيلية المفروضة على مزارعي الضفة الغربية أن تقف عائقا أمام إصرارهم على تطوير عملهم، فقد نجح مزارعو محافظة قلقيلية من زيادة إنتاجهم من فاكهة الجوافة لهذا العام. فمنذ بناء جدار الفصل العنصري بات المزارعون بحاجة إلى تصاريح مسبقة وتنسيق مع الجيش الإسرائيلي ليتمكنوا من دخول بساتينهم. أهم المشاكل اللي هي مشاكل الجدار ومعاناة المزارعين من الجدار ومن الدخول على البوابات اللي خارج الجدار، ما تبقى من أراضي يعني لمدينة قلقيلية خارج الجدار اللي هي بسموها على البوابة التصاريح، يعني هاي اللي بعبروا المزارعين خلف الجدار، دول بيواجهوا مشاكل أزيد إشي. وبالنسبة للي جوا قلقيلية يعني ما تبقى من أرض، يعني ما ظلش إلا توالي مثل ما أنتم شايفين، هي الأراضي موجودة. هسه اذا ما تصدرتش يعني كجوافه يعني ما لهاش سوق هنا في السوق المحلي، يعني في اوليتها بتنباع منيح، لما يصير ضرورتها يعني ما بعد 20/9 اذا ما لكيتش تصريح من الاردن تخرج لبرات الضفه الغربيه ما بتجيبش اسواق منيحه يعني. ويحيط الجدار الإسرائيلي بمدينة قلقيلية من معظم الجهات، فيقع نحو 750 فدانا من أراضيها الزراعية إما بجوار الجدار مباشرة أو في المنطقة العازلة التي تمتد إلى مسافة 30 مترا منه. بعد ما سلبت أرضها الزراعية تبقى إلها القليل، أقل من الثلث تبقى لقلقيلية أرض زراعية، فمزروع منها حوالي 2000 دونم بالداخل والخارج، داخل قلقيلية وخارج قلقيلية وفي محيطها، في محيط المحافظة بحوالي 2000 دونم كنا مزروع. ال 2000 دونم بنتجن من 10 إلى 12 ألف طن. وتجتاح الجوافة القلقيلية الأسواق المحلية حيث تعتبر من أجود الأنواع وتستحسن ذوق المستهلكين لا سيما التجار الذين يفضلون بيع هذا النوع بالتحديد. هي جوافة سيدي جيبوها من قلقيلية، الشركة بتاعت قلقيلية، لأنه هي جوافة قلقيلية مضروب فيها المثل، يعني كحلاوة كنظافة كنكهة كمية نظيفة ومرغوبة يعني كثير، يعني بودوها حتى على الخارج عشان بيعرفوها جوافة قلقيلية، بدوها على الأردن بودوها يعني، ومعروفة جوافة قلقيلية عن درجة أولى فلسطين. ويعتمد نحو 45% من أهالي قلقيلية على الزراعة في منطقة يساعد طقسها الحار والرطب على زراعة الجوافة.